في ناس كتير عندها حاسة الشم قوية من ناحية البيض، والطريقة ده يفرحوا بيها جدا. ده طبعا غير اخواتنا الأقباط وهم صايبين. الطريقة دي نباتية بنسبة 100%. كيكة النهاردة دي بقى أنا متأكدة إن محدش عملها قبل، لأن هدفي الأساسي في كل وصفة مش توفير بس، لا وطعم خطير. هطلع لكم بقى قطعة وتشوفوا قد ايه هشة وجميل. هشة بطريقة ما تتخيلها، هتقولي في حياتي ما عملت كيك وطلع بالجمال ده. حاجة كده اللهم بارك، فاخر من الآخر، توفير وطعم خطير. انسى أي طريقة اتعملت على اليوتيوب وجربي طريقة ياسمين اللي بإذن الله هتعجب كل المتابعين. هشة جدا وقطنية وبتدوب في البق دوباء. تابع معايا للآخر وهقولك على كل التفاصيل اللي تخليها تطلع معاكي ناجحة من أول مرة. بس قبل ما ندخل على الطريقة والتفاصيل، عايزين دعم للقناة بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب مطبخ ياسمين جنيه. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنحتاج في وصفه النهارده نص كيلو من الدقيق، معاييرها بالكوبايه 4 كوبايات من المج العادي بتاع الشاي. هضيف لهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه ونص معلقه صغيره ملح، واقلب الملح كويس مع الخميره. طبعا انا لما بعملها للولاد ما بلتزمش بمقادير، فدلوقتي انا بعمل للولاد وللمشاهدين. هقول لكم بقى على المقادير واحنا شغالين. بعد ما قلبت كده الملح كويس مع الخميره، هنزل بكوبايه من الميه الدافيه، وهخلي الكوبايه التانية على جنب، واقلب ونشوف العجينه هتاخد معايا قد ايه من الميه. هنزل كمان بنص كوبايه، وهركن المعلقه خالص واتوه الدقيق مع الميه بايدي. عندي بقى كلمتين احب اقولهم لحبايبي اللي بيشاهدوني دلوقتي. مش عايزه يبقى همنا في شيف واحد بنسمعه بس، انا عايزه ندي فرصه لباقي الشيفات نسمعهم ونشجعهم ونديلهم امل. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، يا ريت دعم منكم للقناه بلايك وشير واشتراك في القناه، او تبعت في كومنت صغير الصلاه على الحبيب. دعمكم للقناه هيفرق معايا كتير. وهقول لكم واحنا شغالين، انا ليه استخدمت خميره في وصفه الكيك بتاعه النهارده. وده قوام العجين طريه وبتلزق في الايد. والكميه اللي انا استخدمتها اتبقى منها ربعها، يعني النص كيلو دقيق اخد بالظبط كوبايتين الا ربع من الميه. هغطيها واسيبها في مكان دافي لما تختمر ويتضاعف حجمها. على ما العجينه بتاعتنا بقى تخمر، نحضر بقى مع بعض في عصير البرتقال. بس قبل ما اعصره هاخد كده حوالي معلقه من بشر البرتقال، وانا ببشره اخد الطبقه الصفرا بس، محاولش اوصل للطبقه البيضاء علشان ما تبقاش مبرر معاه. واخد بقى البرتقان والعصاره واقعد على الارض واعصر براحتي علشان ما اطولش عليكم الفيديو، وكمان انا مقفش كتير. ودي العجينه بتاعتنا بعد ما اختمرت واتضاعف حجمها. طبعا في اول العجن انا ما بذلتش فيها مجهود، يا دوبك بس توهت الدقيق مع الميه، لان هي ما بتاخدش مجهود غير بعد اضافه باقي المكونات. اول حاجه هضيف معلقه كبيره من بشر البرتقال وكوبايه من عصير البرتقال. بس الاول كده ههبط العجين بايدي علشان الطبق يشيل باقي المكونات. وهضيف كمان كوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه وربع من السكر. ممكن طبعا تضيفي كوبايه واحد، بس هنا الولاد بيحبوها مسكره شويه. هضيف كمان معلقتين كبار من النشا. النشا بيخلي مسام الكيك ناعمه وبيخليها هشه اكتر. اخر حاجه هضيفها كيس من البيكنج باودر وكيسين من الفانيليا. وهقول لكم بقى وانا بدمج المكونات كلها مع بعضها انا ليه استخدمت عجين وخميره، وليه ما ضفتش المكونات كلها على الدقيق وعملتها كلها وصفه واحده. هقول لكم بقى انا ليه استخدمت عجينه مختمره، لان الوصفه من غير بيض، والبيض ده عامل اساسي بيربط المكونات مع الدقيق. فانا لما بعمل عجينه مختمره بكون عرق، وده بديل البيض، وما ينفعش خالص ادمج المكونات مع بعضها من غير ما اعمل عجينه مختمره. وصفة النهاردة دي بقى تعتبر الوصفة المعتمدة بالنسبة لي، وبما اننا في موسم البرتقال قلت اجربها معاكم بالبرتقال وهتطلع اجمل واجمل كمان.
ناس كتيرة جربتها وبقت وصفة معتمدة وأساسية بالنسبة له، علشان من غير مكونات كتير، ولو بتعملي كيك لأول مرة هتبقى ناجحة معاكي من أول مرة، وهتبقى طريقة معتمدة بالنسبة لي. ومش بس توفيق، لأ وطعم خطير. هستمر كده في عجنها لما المكونات تتغلغل كده في قلب العجينة وتبقى كلها عجينة واحد، تحسيها كده واحدة، ما تبقاش مبرولة بالشكل ده. هستمر كده في عجنها لما تبقى قوام واحد وكل حاجة متجانسة مع بعضها. ويا ريت كمان الطبق اللي هنستخدمه يبقى اكبر من كده علشان تبقى واخده راحتك فيه اكتر. عجينه الكيك كده بقت جاهز معايا. هنا الصينيه دهنتها بفرشه من الزيت، وضفت لها كده رشه من الدقيق، وممكن زيت بس مش لازما يعني تبطنيها بالدقيق، وما بتلزقش ولا حاجه. وبالنسبه لحجم الصينيه دي، الصينيه الاكبر في الثلاث صوان. بسم الله الرحمن الرحيم. للتسويه بقى دي مش زي تسويه الكيك العادي، دي دلوقتي طبعا كانت عجينه وفشنا خمرها، دلوقتي الخميره هتحتاج تعيد نشاطها من جديد. هسيبها كده في مكان دافي حوالي نص ساعه. سبتها ارتاحت كده حوالي نص ساعه، وولعت الفرن من قبلها ب5 دقايق على درجه حراره 180. بتاخد تسويه اكتر من الكيك العادي ب5 دقايق. واول ما تبدا تاخد لون نفتح لها الشوايه. ودي الكيكه بتاعتنا اللهم بارك بعد ما خرجت من الفرن. ريحه البرتقال اللهم بارك عامله قلبان، طالعه هشه جدا، هشه جدا ومش متحمله ايدك. ولو هتقولي لي تعب ومجهود، هقول لك في ناس كتيره عندها حاسه الشم قويه من ناحيه البيض، والطريقه ده يفرحوا بيها جدا. ده طبعا غير اخواتنا الاقباط وهم صايبين. الطريقه دي نباتيه بنسبه 100%. نسيبها كده لما تبرد ونشوفها بقى مع بعض. هقطعها بقى واوريكم قد ايه هي هشه وجميله وتستاهل فعلا التجربه. جربوا بقى وابعتولي رأيكم في الكومنتات، وهسيب لكم الطريقة والمقادير في صندوق الوصف. تضغطوا بس على كلمة المزيد هتلاقوا المقادير والمكونات. ولو عندك سؤال او استفسار انا تحت امركم. كيكة النهاردة دي بقى انا متأكدة ان محدش عملها قبل، لان هدفي الاساسي في كل وصفة مش توفير بس، لا وطعم خطير. هطلع لكم بقى قطعة وتشوفوا قد ايه هشة وجميل. هشه بطريقه ما تتخيلها، هتقولي في حياتي ما عملت كيك وطلع بالجمال ده. حاجه كده اللهم بارك، فاخر من الاخر، توفير وطعم خطير. نفتح بقى قطعه ونشوف قلبها من جوه. هشه جدا جنب الشاي بقى الصبح، ما تنساش بقى تدعيه. الطريقة دي بقى محدش عملها غير على اليوتيوب، لأن هدفي الأساسي في كل وصفة إزاي أطلع لكم وصفة ناجحة 1000000%، بس تكون موفرة. جربوا وتدعيلي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو أول مرة تشوفوني، ده مطبخ ياسمين جنيد، وما تنسوش تشتركوا لي في القناة. سلام يا أجمل متابعين.